بص يا سيدي، انا هقولك حكاية لو مش هتغير رأيك في الشارع اللي بتعدي منه كل يوم يبقى انا غلطانة. الشارع ده اللي في قلب القاهرة وبياخدك من المقطم للجزيرة واسمه صلاح سالم. بس لو تعرف مين صلاح سالم الحقيقي هتقول يا سلام على الجرأة او يا سلام على الوقاحة، وتتخيل انه كان شخصية في فيلم مش في تاريخ حقيقي. الراجل ده كان عنده عنجهية مش طبيعية لدرجة انه فضل طول عمره فاكر الشيخ اللي ضربه في الكتاب وهو عنده 6 سنين وعايز يروح يضربه بعد ما بقى ضابط كبير. صلاح سالم اخو جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة، محدش كان يسلم منه، لا زمايله في المجلس ولا الرئيس محمد نجيب نفسه اللي اشتكى منه كتير، ولا حتى جمال عبد الناصر اللي كان هو كمان بيتعرض لتجاوزاته. طيب نيجي بقى للمشهد اللي خلى كل مصر تتكلم. واحد من حكام البلد بيروح كل ليلة عند قصر أميرة ويتحرش بيها قدام جوزها وبكل وقاحة. نقول حصل ازاي الكلام ده؟ في 1953 صلاح سالم استولى على قصر أمير في جاردن سيتي. ليه؟ عشان يكون جنب قصر الأميرة فايزة. مين الأميرة فايزة؟ شقيقة الملك فاروق اللي متجوزة من محمد علي رؤوف. كان بيروح لها كل يوم يقول أنا لازم أفتش القصر، ويفتش في هدومها الداخلية قدامها وقدام جوزها. الأميرة اشتكت لمحمد نجيب، لكن صلاح سالم قال بكل برود أنا هتجوزها وأخلي جوزها يطلقها، زي ما يكون بيطلب كوباية شاي بالظبط. وبالفعل هدد جوزها وخلاه يسيب مصر لوحده ومنع الأميرة من السفر. الناس سمت جوزها ساعتها محمد علي خروف بدل رؤوف عشان تخلى عنها وسافر لوحده، والقصة بقت حديث البيوت كلها، ومحدش كان بيتكلم غير في مطاردة صلاح سالم للأميرة فايزة. ودلوقتي بقى نيجي للدور الأغرب. جمال عبد الناصر ما كانش شايف رد فعله انه يمنع صلاح، لا، قال له ايه؟ قال له خد عربيتي الاوستن وانت رايح لها، وبلاش العربية الجيب عشان الناس ما تعرفكش. شيء غريب. المهم الأميرة فايزة عرفت ان القرار الحقيقي عند جمال عبد الناصر، فاشتكت له وبعتت تلغرافات، لكنه كان بيتجاهل. فضلت الأميرة محبوسة في مصر وممنوعة من السفر وجوزها بره لوحده. لكن فجأة انفجرت القضية في صحيفة إنجليزية، وكتبوا ان عضو في قيادة الثورة بيضايق أخت الملك. عبد الناصر لما شاف الصحيفة أمر فورا برفع منع السفر عن الأميرة وسمح لها تسيب مصر على أول طيارة لإسطنبول. هناك خلت جوزها يطلقها وراحت باريس بعد كده، وأخيرا أمريكا، وعاشت فيها لغاية 1994. صلاح سالم لما عرف ان الأميرة هربت ثار ثورة عارمة، سب جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في مكتبهم، وكان غضبه مش طبيعي. ومش بس كده، الراجل ده كان بيضرب الناس في الشارع عادي، يعني مثلا ضرب الفنانة نعيمة عاكف على قفاها قدام كل الناس، موقف مش معقول خالص. ضربها في الشارع وهددها، وده كان على طبيعته، سريع الغضب، متكبر، ومحدش يقدر يقوله كلمة. ده كان صلاح سالم في كل الحكايات اللي اتقالت عنه. مات صلاح سالم سنة 1962 بالسرطان، وكان أول أعضاء مجلس الثورة يموت. لكن السؤال اللي مش لاقي له إجابة، إزاي واحد بالسمعة دي يبقى له شارع باسمه؟ الإجابة ببساطة إن صاحبه عبد اللطيف البغدادي كان بيشرف على إنشاء طريق جديد، ولما سمع بخبر وفاة صاحبه أطلق اسمه عليه، هدية من صاحب لصاحبه مش تكريم من الشعب. والشارع فضل شارع والاسم فضل اسم، والناس كل ما تعدي من هناك تتذكر الحكاية العجيبة دي. وفي الاخر بقى المرة الجاية لما تعدي من طريق صلاح سالم افتكر ان الشارع ده اسمه على اسم واحد كان بيفتش في هدوم الاميرات قدام جوزها، وبيضرب الفنانات في الشارع، وبيتعدى على رئيسه، وربنا سترها معاه انه مات بدري. الحكاية دي مش مجرد سيرة راجل، دي حكاية عن ازاي التاريخ بيتكتب، وازاي الاسماء بتفضل محفورة في الشوارع حتى لو اصحابها مش مستحقين. شارع صلاح سالم هيفضل شاهد على قصة مش هتتنسي.